بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. النهارده يا جماعة تم عزل المستشار مرتضى منصور من رئاسة نادي الزمالك. طبعا هتقولي ما هو كده كده كان معزول. لا، المرة دي بقى والنهارده تم العزل، وده حكم من المحكمة، حكم نهائي. تمام. ممكن اقرا لكم الخبر بالظبط عشان نبقى فاهمين ايه اللي حصل النهارده. اعلنت المحكمة الادارية العليا في مصر اليوم الاحد تأييد عزل المستشار مرتضى منصور من رئاسة نادي الزمالك ورفض الطعن. اللي كان حاصل ان المستشار مرتضى منصور كان معزول، وهتقول لي اتعزل ليه؟ هقول لك عشان قانون الرياضة المصري ينص على عزل اي رئيس نادي يصدر في حقه حكم قضائي له علاقة بقضية اخلاقية. بس القرار كان تم تأجيله بسبب الطعن اللي قدمه مرتضى منصور على القضية دي، على حكم عزله. وطبعا يعني ليه؟ عشان هو كان اتحكم عليه بالحبس لمدة شهر في قضية سب كابتن محمود الخطيب رئيس نادي الأهلي طبعا. فبعد ما اتسجن فحصل ضده الحكم ده وهو طعن عليه، فكان لحد دلوقتي ما كانش حكم نهائي. طبعا النهارده على قناة نادي الزمالك هتلاقي بقى ايه، وهيقول لك بص والمؤامرة الكونية ومش عارف ايه وهدم نادي الزمالك وي 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 وكلام بالهبل، وان الدولة بص بتهدم نادي الزمالك وبيعملوا ايه في رئيس النادي وي وي وي. انا هقول لك حاجة، انت تعرف ان مرتضى منصور ما كانش لوحده اللي مقدم طعن على الحكم بتاع عزله الاولاني؟ عارف مين كمان كان مقدم طعن معاه؟ وزير الشباب والرياضة. يعني الدولة اصلا كانت مقدمة طعن ضد الحكم. هتيجي تقول لي بقى الدولة عايزة تهدم النادي وعايزة تعمل وبتاع؟ اذا كانت الدولة اصلا كانت بتحاول تقف معاك اهو، يبقى ازاي الدولة بقى بتهدمك والمؤامرة الكونية وان الدنيا كلها ضدك وبتاع؟ اذا كان وزير الشباب والرياضة كان بيحاول يساعدك على قد ما يقدر. يا راجل ده لسه مطلع لك كام مليون عشان تعمل كام ملعب ترتان عندك دعم، 4-5 مليون، وانت اصلا عليك فلوس بالهبل. يا راجل انت يعني اقول لك تأييد اللاعبين في فرق في الدرجة التانية بتروح عشان تأيد لاعبيها فعليها فلوس 1% من الفلوس اللي على الزمالك لاتحاد الكورة، ما بيردوش يأيدوا لهم اللعيبة عشان فرق درجة في الدرجة التانية. لكن الزمالك يتفتح له ويتعمل له عليك فلوس، معلش تبقى جيبهم، هنبقى نجدولهم، نعيد جدولة. ايه ده ما عرفتش تجيبهم؟ طب نعيد جدولة تاني عليك. طب معلش، كل ده ما بيوقفش معاك؟ مؤامرة كونية. اللي هيترتب بقى كمان على العزل مرتضى منصور ان خلاص مرتضى منصور ما بقاش رئيس نادي الزمالك، ده بشكل رسمي، ولازم يتم انعقاد جمعية عمومية جديدة لاختيار الرئيس الجديد للنادي. الكلام ده بقى يعني مفروض يعني ممكن يتم عقد الانتخابات على رئاسة النادي الزمالك دي في أغسطس أو آخر السنة. وطبعا
اعتقد انه ممكن يرشح نفسه تاني لرئاسة نادي الزمالك. بس اللي عايز اقول لك عليه ان هو عليه قضية تانية، سب للكابتن محمود الخطيب، وهيتحكم عليه. ولما هيتحكم عليه مش هيبقى ليه حق برضو. خلاص. انقذوا الزمالك من مرتضى منصور، ما عملش حاجة جامدة يعني، واحنا مش خايفين منه ولا هو يعني، عشان بس الناس ما تقعدش تقول كلام ان هو اللي عمل وهو اللي مش عارف ايه. نادي الزمالك نادي كبير، ولا يقف على شخص ولا يقف على كذا شخص. في نادي الزمالك ناس تخلي نادي الزمالك ده جامد جدا. بس الجمعية العمومية ما بتجيبهمش. يا رب يحصل تغيير، والجمعية العمومية بتاعت نادي الزمالك تجيب الأصلح والأفضل لنادي الزمالك. يا ريت. على فكرة أنا عمري ما يعجبني إن نادي الزمالك يبقى وحش. مش هبقى مبسوط يعني، مش ببقى مبسوط إن هو يبقى وحش. أنا ببقى مبسوط لما أنا أبقى أحسن منه، مش هو يبقى وحش. لا، هو يبقى حلو وجامد وبتاع، وانا ابقى حلو وجامد واحسن منه بكتير. هو ده اللي يبسطني. لكن مش ان هو يبقى وحش قوي 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 وانا جامد قوي 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 وخلاص. مفيش اي متعة. بس الخبر ده كان لازم اطلع اقوله، وبس هو ده اللي انا كنت عايز اقوله في الفيديو. وشكرا ليكم، وارجو من حضراتكم اللايك والفولو، تمام، وكومنتات، وساعدوني عشان ننتشر اكتر ونوصل اكتر ليكو وننزل لكم فيديوهات اكتر. شكرا. سلام عليكم.